نعم. هذا نفس الفتوى في البنوك على العمل في الأمن الدولي، نفس الفتوى كما في البنوك يجوز العمل في الشرطة يعني الدولي في الدول يعني الدولة يعني شرطة في شرطة وزارة. يصح العمل في الدولة، شرطة كتاب موظفون. لا أنتم لا تتوظفوا أبدا، واتركوا الوظائف لمن يتحكمون بكم. لمن يتحكمون بكم، لا ينفذون لكم معاملة إلا إذا يتوظف. روح توظفوني إلي إذا كان يتوظف. يصح التوظيف، شرطي وغير شرطي. كما في البنوك لكي لا نحتاج من باب أولى من باب أولى شرطة في الطريق. ربما أتكلم عن بلدنا، لا أتكلم عن بلد هنا. شرطي عنده أمانة، عنده خلق، إذا لم تكن المخالفة واضحة لا يخالفك، وربما يتساهل معك في بعض الأحيان إذا كانت المخالفة يسيرة. شرطي آخر يستوقفك، هات أوراقك، أعطيت الأوراق، في ورقة ناقصة. طيب ليش؟ لماذا تضعها؟ لماذا؟ يعني يخرج لك 50 علة حتى تقول له أخي طول بالك. ذكر لي أن بنت أبوها شرطي رسبت في الامتحان، أتت بالجلاء في العلامات رسبة، تأكل أكل من أبوها شرطي تعود على الضرب. فقال وين جلائك؟ فهي فهمان يعني مخبية، هي 25 ليرة سورية حطتها بالجلاء وأعطته لأبوها. فتح الجلاء، ما شاء الله حولك ناجحة. توظف، معلش توظف. نحن مضطرون لذلك، وإلا أصبحت رقابنا بأيدي من لا يرقبون الله تعالى ولا يخافون في الله. بارك الله.